خالص احنا السيشن بتاعنا عبارة عن زي introduction كده. عشان نتكلم شوية عن فلاتر. اوكي. ايه فلاتر بنستخدمها في ايه الفرق بينها وبين التكنولوجيز التانية مثلا او الاوبشنز التانية الموجودة عندي في الموبايل ديفلوبمنت. ليه افكر في فلاتر وما افكرش في اي حاجة تانية من الحاجات اللي شبهها. اوكي. طيب خلينا نتكلم شوية عن فلاتر تحديدا أو عن الموبايل ديفلوبمنت تحديدا. طبعا احنا كلنا طول الوقت دلوقتي بنستخدم الموبايل، ده أسرع حاجة ممكن نستخدمها وبنستخدمها بشكل يومي. عشان كده في اهتمام كبير قوي بالموبايل ديفلوبمنت. تمام. مفيش شركة تقريبا دلوقتي ما فيهاش موبايل ديفلوبرز، باختلاف بقى تخصصاتهم طبعا، بس فكرة الموبايل ديفلوبمنت بقت حاجة لا غنى عنها. اوكي. طيب، لما اجي انا بقى يعني اقرر ان انا هدخل في السكة دي وهدخل في موضوع الموبايل ديفلوبمنت، لازم اقرر انا هشتغل ايه بالظبط. اوكي. طيب هي ايه الاوبشنز اللي عندي في موضوع الموبايل ديفلوبمنت ده؟ انا عندي كذا اوبشن الحقيقة. عندي حاجة اسمها نيتف. يعني ايه نيتف؟ نيتف ده اللي هو انا هستخدم التكنولوجي الأساسية بتاعت مثلا انا هبقى اندرويد. اوكي. فانا هستخدم الحاجة الأساسية اللي جوجل قالت لي استخدمها عشان تعمل اندرويد ابلكيشن، اللي هي ايه؟ اللي هي كوتلين، او زمان كنا بنستخدم جافا. خلاص. لكن انا وانا لو عايز اعمل بقى اي او اس ابلكيشن هستخدم سويفت، وزمان كنا بنستخدم حاجة اسمها اوبجكتيف سي. اوكي. دول ايه؟ دول النيتف تكنولوجيز عشان اطلع موبايل ابلكيشن سواء اندرويد او اي او اس. نيتف بمعنى ان هو دي اللغه الاساسيه بقى. خلاص. طيب فانا لو عايز اعمل اندرويد ابلكيشن هستخدم كوتلين او جافا. لو عايز اعمل اي او اس ابلكيشن هستخدم سويفت او اوبجكتيف سي. بس ما عنديش اوبشن، او لحد مرحله معينه يعني لحد من كام سنه كده ما كانش عندي اوبشن يطلع لي الحاجتين مع بعض. اوكي. انت يا تقرر ان انت تبقى اندرويد ديفلوبر، او تقرر ان انت تبقى اي او اس ديفلوبر، وده ليه كود لوحده وده ليه كود لوحده وده ليه برامج بنستخدمها لوحدها وده نفس الكلام. فالدنيا كانت منفصلة لحد ما جينا تحديدا في ويمكن قبل كمان 2017. جينا في 2017 قلنا لا، طب احنا عايزين بقى نعمل تكنولوجي اسمها كروس بلاتفورم، اللي هي التو بلاتفورمز. بلاتفورم يعني ايه؟ يعني الاندرويد والاي او اس دول بلاتفورمز. اوكي. فانا عايز اجمع التو بلاتفورمز بتوعي. تمام. وعايز ان انا اعمل نفس او استخدم نفس الحاجه عشان اطلع ابلكيشن يشتغل على الاندرويد والاي او اس مع بعض. اوكي. اتمنى بس ما يبقاش فيه دوشه حواليا، انا اسفه لو في دوشه في الصوت. خلاص. فزي ما قلت لكم بالظبط كده، جينا في 2017 جوجل قالت لا، طب انا عايزه ادخل بقى سكه الكروس بلاتفورم ده، ان انا اعمل نفس يعني اكتب كود واحد يطلع لي الحاجتين الاندرويد والاي او اس. خلاص. دي فكره الكروس بلاتفورم باختصار. وعشان نكون بس ايه واضحين كده، بدايه الكروس بلاتفورم مش 2017، لا كان في قبلها حاجات تانية. تمام. بس ايه التكنولوجي اللي جوجل عملتها تحديدا وجوجل بتسبورتها بشكل كبير قوي؟ هي فلاتر. خلاص. بداية زي ما اتفقنا من 2017. باختصار كده ده معنى فلاتر. فلاتر هي كروس بلاتفورم فريم ورك. يعني حاجة هتخليني اقدر ان انا بنفس الكود اشتغل اندرويد واي اس مع بعض، يعني اعمل ابلكيشن يشتغل على جهاز اندرويد عادي وعلى الايفون كمان. اوكي. طيب حلو قوي. طبعا اكيد احنا اول ما سمعنا الكلام ده حسينا ان ده بيوفر وقت كتير قوي. صح. يعني انا لو بكتب كود واحد بيرن على الاتنين، بيشتغل على الاتنين، انا كده هوفر في وقت الديفلوبمنت. يعني انا مش محتاج ان انا ابني ابلكيشن اندرويد لوحده وبعدين اروح ابني ابلكيشن اي او اس لوحده. انا مش مضطر اعمل كده، انا في نفس الوقت ببني الاتنين مع بعض. صح. فانا كده وفرت في ايه؟ وفرت في الديفلوبمنت تايم بتاعي، ووفرت اكيد في الكوست. يعني انا مش مضطر ان انا ادفع لاي او اس ديفلوبر لوحده،
و اندرويد ديفلوبر لوحده، لا انا هدفع لشخص واحد بس هيطلع لي الحاجتين. طب هل فلاتر بتستهدف الاندرويد والاي او اس بس، الموبايل بس؟ لا، الحقيقة ان هي اوسع من كده كتير، لان انا ممكن باستخدام فلاتر، باستخدام نفس الكود بيز اللي هو الكود بتاعي يعني. أم... ايوه اتفضل. معلش، ممكن نعمل فول سكرين فول للبرزنتيشن، سكرين. نكبر الشاشة، ممكن تعملي اه enable اكيد. editing وتحت على اليمين نعمل فول سكرين بس. شكرا. كده تمام. تمام زي الفل. طيب خلاص، يبقى انا فلاتر مش بس بتستهدف الاندرويد والاي او اس، لا انا ممكن كمان بنفس الكود ارن على الويب، يعني اعمل ويب سايت او اعمل ديسكتوب ابلكيشن. خلاص، ده نفس الحاجة بالظبط باستخدام فلاتر، بس ما روحتش في اي حتة تانية، ما استخدمتش اي تكنولوجي تانية. اقدر ان انا اقدر ان انا اتارجت اندرويد واي او اس وويب وديسكتوب. اوكي. يمكن دي ميزة بقى الكروس بلاتفورم عن الحاجات النيتف. تمام. طيب خلينا نسترجع تاني. يبقى فلاتر هي open source framework. يعني ايه open source؟ يعني اي حد يقدر يشوف الكود بتاع فلاتر، اي حد يقدر يعدل فيه. الترم بتاع open source ده ليه علاقة بحاجات كتير، هو مصطلح عام شوية في موضوع البرمجة ده، لأي حاجة مفتوحة المصدر. مفتوحة المصدر بمعنى ان انت ليك اكسس عليها، تقدر تخش على الكود بتاع فلاتر وتقدر كمان تعدل فيه. دي حاجة يعني جميلة جدا. مين اللي عمل لنا فلاتر؟ هو جوجل. خلاص، وزي ما اتفقنا كان الكلام ده كرييتد في 2017. طيب ايه مميزات بقى فلاتر كمان عن ان هي كروس بلاتفورم وبتارجت كذا حاجة؟ ان هي كمان بتوفر لي هاي بيرفورمانس. يعني ايه هاي بيرفورمانس؟ احنا كديفلوبرز لما نيجي نعمل ابلكيشن بنبقى مهتمين قوي بحتة البرفورمانس دي. تمام. ليه؟ لو انت فتحت ابلكيشن، نزلت مثلا ابلكيشن كده من بلاي ستور او اب ستور، ولقيت الابلكيشن ده بطيء او مش ريسبونسيف كفاية، يعني انا مثلا بدوس على باتن معين فبيرياكت بعد وقت طويل، او انا بفتحه فبيلود الداتا بعد وقت طويل. تمام. او في شوية انيميشنز، فالانيميشنز دي بتعلق او برضو بتتأخر شوية. اكيد اكيد انت هتقفل من الابليكيشن ده وهتبقى عايز تمسحه وعايز ان انت ما تتعاملش معاه. فانا طول الوقت لما باجي اختار انا هبني الابليكيشن بتاعي ازاي، ببقى حاطط قدامي فكرة التايم والبرفورمانس. تمام. اللي هو ايه، الابليكيشن بتاعي هيران في وقت قد ايه، اول لما يجي يفتح مثلا هيحمل الداتا في وقت قد ايه. وحته البرفورمانس دي اللي هي هياخد مثلا من الميموري قد ايه. انا ما ينفعش انزل لك ابلكيشن تقيل بيستهلك كتير قوي من الميموري وبيخلي الجهاز يعلق. فكل دي حاجات احنا بنبقى باصين عليها واحنا بنعمل او بنبني الابلكيشن بتاعنا. خلاص. فلاتر بقى من من الفريم وركس اللي بتخليني اقدر اعمل ابلكيشنز هاي بيرفورمانس. تمام. طيب هو انا اصلا كان عندي حاجات تانية، يعني خلينا نيجي كده على على السلايد دي على طول عشان ايه نربط الكلام اللي احنا بنقوله ببعض كده. هو انا اصلا عندي حاجات تانية كان البرفورمانس بتاعها مش الطف حاجة. اه، زي ما قلت لكم، فكرة الكروس بلاتفورم مش بس بدأت بفلوتر، لا قبلها كان في حاجات تانية، منها مثلا الرياكت نيتف. اوكي. في زمان كانوا اول حاجة كده يمكن في الكروس بلاتفورم استخدموا تكنولوجي اسمها رياكت نيتف. كانوا بيكتبوا الكود بلغة اسمها جافا سكريبت، يمكن تكونوا سمعتوا عنها يعني. رياكت نيتف دي كانت كويسة قوي وقوية وكل حاجة، لكن ما كانتش أحسن بيرفورمانس. طب أنا بقارن البرفورمانس ده بإيه؟ أنا يعني يمكن التوب عندنا الحاجة اللي لا تقارن بيها خالص هي النيتف، اللغة الأصلية بتاعة البلاتفورم دي. تمام. اللي هي زي ما اتفقنا، في الأندرويد هي كوتلين، وفي الاي او اس هي سويفت. انت لو بنيت اندرويد ابلكيشن بكوتلين، البرفورمانس بتاعه هيبقى اعلى حاجه في الدنيا. يعني انت تقدر تعمل كل حاجه لان دي حاجه النيتف، دي الحاجه الاصليه بتاعته. صح كده؟
فباستخدام الحاجة الأصلية دي انت تقدر تبني ابلكيشن قوي جدا. تمام، ده أعلى performance ممكن تاخده. نفس الكلام في الاي او اس، باستخدام سويفت انت ممكن تعمل ابلكيشن البرفورمانس بتاعه اقوى حاجة برضو، لان انت معاك كل الاوبشنز، انت بتكتب باللغة النيتف. تمام. فلما جم عملوا رياكت نيتف لقوا لا، في فرق في البرفورمانس شوية، البرفورمانس مش احسن حاجة. تمام، او يعني عشان ما نظلمهاش، لا هو كان كويس بس ما بيوصلش لدرجة النيتف، ما وصلناش لقوة النيتف. تمام. نفس الكلام في اليو اي، يعني انا عشان ابني ابلكيشن طبعا جزء اليو اي ده مهم قوي. يعني ايه يو اي؟ يو اي ده اللي هو الديزاين اللي انا شايفه قدام عينيا، اللي هو يو اي دي اختصار ليوزر انترفيس. تمام، يوزر انترفيس ده اللي هو الحاجة اللي اليوزر بيشوفها قدام عينيه وبيتعامل معاها. خلاص، الصور بقى والباترنز وترتيب الصفحة عامل ازاي. فاليو اي ده مهم قوي برضو، لان ده اول حاجة اليوزر بيشوفها. انت لو شفت برضو ابلكيشن اليو اي بتاعه ضعيف مش هتبقى حابب ان انت تتعامل معاه. رياكت نيتف بحتة اليو اي دي برضو ما كانتش الطف حاجة، يعني ما كانتش فليكسبل كفاية. كان فيها شوية ليميتيشنز، شوية حاجات ايه بتوقفنا كده، انه لا انا برضو ما وصلتش لدرجة ايه النيتف. يبقى احنا كده زي ما اتفقنا، النيتف ده اكيد ما فيش احسن منه، عشان نكون صراحة مع بعض. اكيد ما فيش احسن منه في فكرة البرفورمانس واليو اي. خلاص. رياكت نيتف كانت اقل شوية في البرفورمانس واليو اي. تمام. لما جم عملوا بقى فلاتر قرروا ان هم يصلحوا اخطاء الماضي بقى. خلاص، احنا عايزين نصلح الغلطات اللي كانت موجودة في رياكت نيتف، وعايزين كمان نعتمد على لغة، اللغة دي تكون ابسط شوية من الجافا سكريبت. تمام. احنا اتفقنا ان النيتف احنا بنكتب في الاندرويد كوتلين او في الاي او اس سويفت. وعلى فكرة زمان في النيتف خالص كانوا بيستخدموا في الاندرويد جافا، وكانوا بيستخدموا في الاي او اس اوبجكتيف سي. بس قرروا ان هم يسهلوا الدنيا شوية، لان جافا مش لغة سهلة قوي يعني. فعملوا الكوتلين عشان تبقى اسهل، وعملوا سويفت عشان تبقى اسهل من اوبجكتيف سي. جافا سكريبت بقى في رياكت نيتف مش كل الناس بتحبها، يعني في ناس بتعرف تتعامل معاها، هي مش لغة قوية قوي، مش بنفس قوة الجافا والكوتلين والسويفت والحاجات دي. ففي فلاتر بقى زي ما اتفقنا قرروا ان هم يصلحوا اخطاء الماضي ويقولوا طب ما نعمل لغة تبقى افريج كده بين الجافا والكوتلين والسويفت والحاجات دي، تبقى شبههم شوية واخدة القوة بتاعتهم. كل الفيتشرز اللي موجودة في اللغات دي موجودة في اللغة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل فلاتر ابلكيشن. اللغة دي اسمها ايه؟ اللغة دي اسمها دارت. خلاص. فأول حاجة خالص قرروا ان هم هيعملوا لغة جديدة اللي هي الدارت. اوكي. طيب، فدارت دي يعني يمكن ان شاء الله لو يعني هندخل بقى في الكورس مع بعض وكده، دي اول حاجة طبعا بناخدها في الكورس بتاعنا، لان انت لازم تعرف اللغة اللي انت هتكتب بيها او هتبني بيها الفلاتر ابلكيشن. اوكي. باستخدام دارت دي بقى انت ممكن تعمل كل حاجة بحيث ان انت تطلع ابلكيشن البرفورمانس بتاعه واليو اي بتاعه انت تقدر تقارنه بالنيتف وانت مستريح، يعني بيطلع لك برفورمانس عالي جدا. زي ما اتفقنا الابلكيشن هيبقى سريع ومش هيبقى بيستهلك ريسورسز كتير. اوكي، ريسورسز بمعنى الميموري يعني والحاجات دي. وفي نفس الوقت اليو اي بتاعك هيبقى قوي جدا. فلاتر اصلا يمكن في بعض الناس كمان، وانا منهم بصراحة، لان انا عندي باك جراوند نيتف واشتغلت فلاتر، فانا عارفة ان اليو اي في فلاتر يمكن اقوى كمان من النيتف. يعني لو هنقارن اليو اي في فلاتر باليو اي في النيتف، لا فلاتر تتفوق في حاجات كتير. زي مثلا الانيميشنز، انت تقدر تعمل او الفلكسبيليتي اللي فلاتر بتديها لك عشان تكريت انيميشنز، لا دي عالية قوي بقى. انت ممكن تعمل اي حاجة في الدنيا والاداء بتاعها بيبقى كويس جدا. اوكي. فزي ما اتفقنا خلاص، يبقى انا لو انا هختار بين النيتف او فلاتر، صح؟ بس في نفس الوقت برضو لو حطيت بقى فاكتورز تانية، اعتبارات تانية في المقارنة بتاعتي، اللي هي الوقت واللي هي الكوست، الفلوس اللي هتدفع، فانا ممكن اختياري يروح لمين بقى في الحتة دي؟ لفلاتر.
صح؟ انا هعمل كود واحد هيشتغل على كل حاجة، وهوفر فلوس الديفلوبرز الكتير اللي انا هشغلهم عندي. انا مش هجيب ديفلوبر متخصص في كل حاجة، انا هجيب شخص هو ايه اللي يعمل كل حاجة. خلاص. بلس كمان ان في مقارنة مهمة جدا، هو اللغات دي كل حاجة فيهم بتسبورت انهي بلاتفورم. يعني مثلا النيتف خلاص اكيد احنا فاهمين ان هي بتسبورت بلاتفورم واحدة، تمام. رياكت نيتف بتسبورت اي او اس واندرويد وويب بس. فلاتر زودنا عليها كمان ايه؟ الديسكتوب ابلكيشنز. تمام. فا اوكي خلاص، انا كده بالنسبة لي المقارنة واضحة جدا. وعلى فكرة هو ده اللي حاصل بقى في الماركت دلوقتي. الناس كتير قوي، كلاينتس مثلا كتير قوي بيقيسوا الموضوع من الحتة دي، انه انا عايزة اوفر وقت بتاع ديفلوبمنت وعايزة اوفر كوست، فانا اختياري هيروح لمين؟ هيروح لفلاتر. فبدأنا نسمع كتير عن فلاتر ونشوف جوبس كتير طالبة فلاتر ديفلوبرز، عشان ده الاتجاه دلوقتي. اوكي. واعتقد ان المقارنة البسيطة اللي احنا عملناها دي فهمتنا هي ليه فلاتر الناس متجهة ليها بالشكل ده. طيب، لو بصينا على السكشن بتاع الفلاتر ده، اتفقنا ان هي بتدي higher performance compared to other cross platform technologies اللي هي React Native والحاجات التانية. development، فانا بعمل كود بيز واحد، مش بعمل separate كود بيزز، يعني مش بعمل كود هنا وكود هنا منفصلين، لا انا بعمل كود واحد. بالنسبة للتعليم فلاتر بقى، فاتفقنا ان الدارت دي تعتبر ايه؟ الدارت دي لغة في النص كده بين سويفت وكوتلين واوبجكتيف سي وجافا وكده، لكن هي اكيد اكيد احسن من الجافا سكريبت. تمام، اكيد احسن من جافا سكريبت. خلاص. فدي مقارنة بسيطة قوي تفهمنا احنا ليه هنتجه لفلاتر اكتر من الاوبشنز التانية المتوفرة عندي. خلاص. طب تعالوا بقى نخش في فلاتر اكتر، نديب دايف كده ونشوف هي ايه قوة الفلاتر تحديدا بقى. خلاص. اول حاجة الفاست ديفلوبمنت، وانا هنا مش بتكلم عن التايم، يعني مش بتكلم عن الوقت اللي احنا اتفقنا عليه من شوية ان هو اكيد انا بوفر وقت كتير عشان عندي كود واحد بيتعمل لكل حاجة. لا، انا هنا بتكلم على مرحلة الديفلوبمنت نفسها. انا بقى كديفلوبر فاتح البرنامج اللي انا بشتغل عليه، اللي احنا هنشوفه النهاردة بإذن الله، البرنامج اللي انا بكتب جواه الكود. خلاص. فانا فاتح بنسميه اي دي اي. اوكي. انا فاتح الاي دي اي بتاعي ده وبشوف ما عمال اكتب كود وبتاع. فدايما كده وانا بكتب الكود بتاعي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايزه تيست، عايزه اشوف اوتبوت. صح. عايزه اشوف ايه اللي بيحصل، يعني هل اللي انا عملته ده اليو اي مثلا، اللي انا عملته ده مظبوط ولا في حاجه عايزه تتظبط. فاحنا بنعمل ايه بما ان احنا موبايل ديفلوبرز؟ غالبا يعني احنا مستخدمين فلاتر عشان الموبايل تحديدا. فانا برن الكود بتاعي ده او بتست الكود بتاعي ده على موبايل. خلاص. فاحنا زمان بقى الناس اللي كانت شغالة نيتف كانت بتعمل ايه؟ انت كل مرة عايز تتست الكود بتاعك على الموبايل ده، فانت بترن الابليكيشن، بتبني الابليكيشن من اول وجديد، وكأنك بتنزل نسخة من أول وجديد على الموبايل ده عشان تشوف النتيجة عاملة ازاي. ده عشان ايه؟ عشان لو أنا مثلا غيرت سايز تكست معين أو أنا غيرت مكان زرار معين، فأنا التغيير البسيط اللي أنا عملته في اليو اي ده مضطر إن أنا أبني الابليكيشن من أول وجديد ويران كله من أول وجديد عشان أقدر أشوف التغيير البسيط قوي ده. أوكي. الناس بقى لما جم او جوجل يعني تحديدا لما جم يعملوا فلاتر قال لك لا، طب ما احنا كده بناخد وقت طويل قوي، انت كل مره لازم تبني الابلكيشن من اول وجديد، فياخد مثلا على حسب بقى طبعا قوه الجهاز بتاعنا، بس الاجهزه بتاعتنا اللي احنا عاده بنستخدمها ممكن ياخد مثلا 5 دقايق بيرن كل مره، وكل تعديل هيرن 5 دقايق عشان اشوف النتيجه. فقال لك احنا في فلاتر هنعمل حاجه اسمها هوت ريلود. هوت ريلود ده اللي هو ايه بقى؟ انا هسهل عليك وهخلي وقت الديفلوبمنت بتاعك اقصر. ازاي؟
انت هتدوس على بutton بسيط قوي كده في البرنامج بتاعك اللي هو بتاع الهوت ريلود ده، هيخليك بس تشوف التغيير ده. هو مش هيبني الابليكيشن من اول وجديد تماما. هو هيعمل ايه؟ هو هيابلاي بس التعديل اللي انت غيرته. خلاص. يعني انت مثلا غيرت الباك جراوند بتاعت الباتن دي من اخضر خليتها ازرق. تمام. مش هيبني لك بقى الدنيا ومش هيهدها ويبنيها من الاول تاني، لا خالص. هو هيعمل ايه؟ هو هيروح بس مغير الباتن ده من الاخضر للازرق، وانت واقف في نفس الحتة، وانت ما عملتش بيلد الابليكيشن او ما عملتش رن من اول وجديد. فده بيحصل في ملي سكندز. تمام، اقل من الثانية. فدي يمكن من المميزات في فلاتر عن اي حاجة تانية، ان انا اقدر ان انا اشوف التعديل طول ما انا شغال. انا شايف التعديل اللي انا ايه بعمله ده، او التغييرات اللي انا بعملها دي اون تايم كده طول الوقت طول الوقت. تمام. فده طبعا بيديني سرعة في الديفلوبمنت. خلاص. وطبعا الهاي بيرفورمانس اللي احنا اتكلمنا عنه، والسنجل كود بيز، والكاستمايزبل يو اي. تمام زي ما اتفقنا. فلاتر بتديني تولز كده اسمها ويدجتس. تمام. ويدجت دي يمكن مش موجودة بقى في الحاجات التانية، في التكنولوجيز التانية، هي حاجة مخصصة لفلاتر تحديدا. فباستخدام الويدجتس دي هم بقى حطوا مجموعة كبيرة جدا من الويدجتس، اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات في الديزاين اللي بتظهر لنا يعني. تمام. اللي هي باترنز بشكل معين، صور بشكل معين، تكست اخد فونت كده لذيذ، شوية انيميشنز ممكن احطهم في الابليكيشن بتاعي. ففلاتر اديت لك بقى ايه الكوليكشن بتاعت الويدجتس دي، تقدر تستخدمها وتقدر تعمل لها كاستمايزيشن بمنتهى السهولة. يعني ايه كاستمايزيشن؟ يعني تغير في شكلها. تمام. تغير في تكوينها براحتك. في النيتف احنا ما كناش بنقدر نعمل ده بسهولة. احنا الحاجة مثلا الباتن هو شكله كده، فانت اخرك تغير مثلا الباك جراوند كولر بتاعته، تغير التكست اللي موجود جواه. ده اخرنا يعني. لكن في فلاتر لا، انت ممكن تغير كل حاجة في الباتن بتاعك. تمام. وتحط انيميشنز جواه. يعني الموضوع كاستمايزبل لحد كبير. اوكي. فتمام، كل ده حاجات بتخليني احس ان فلاتر لا، هي فريم ورك قوية فعلا. اوكي. وبرضو من المميزات في فلاتر، او اللي بتخليها حاجة من الحاجات اللي احنا بنرشحها قوي ان الناس تدخل فيها وكده، هي الكوميونتي بتاعها والسبورت بتاع جوجل. طب فكرة الكوميونتي دي بتفيدني في ايه؟ يعني ايه strong community and Google backing؟ يعني ايه الكلام ده؟ اولا انت لما تيجي تشتغل على حاجة، شركة بحجم جوجل هي اللي عاملاها وبتسبورت الكلام ده باستمرار، فأكيد دي حاجة قوية جدا. أولا مبنية بشكل قوي، يعني معمولة بشكل قوي، فبتسهل عليك الدنيا طول ما انت شغال. ثانيا طول الوقت في سبورت، في حاجات جديدة بتحطها. أكيد فلاتر أول ما طلعت في 2017 كان فيها مشاكل كتير. كانت لسه بقى إيه، بيختبروا الدنيا. يعني أول فيرجن طلعت منها ما كانتش ستيبل، ما كانتش مستقرة. فبالتالي كان في مشاكل واحنا بنكريت الابليكيشنز بيها، انه في حاجة معينة انا مش قادر اعملها دلوقتي، لسه جوجل ما حطتهاش. او في حاجة معينة انا بعملها بس فيها بج. عارفين يعني ايه بج؟ يعني مشكلة. تمام. ففيها مشكلة، فهعمل ايه؟ هي جوجل عاملة الكلام ده، كان لسه مش كامل يعني. لكن بالسبورت المستمر هما عدلوا الكلام ده كله. فدلوقتي الفيرجنز اللي موجودة من فلاتر هي ستيبل لحد كبير جدا. تمام. يعني يمكن قربت في الاستابيليتي بتاعتها للنيتف بقى. يعني انت دلوقتي تقدر تعمل اي حاجة بفلاتر، والمشاكل اللي بتقابلك تقريبا بقت شبه معدومة. خلاص ما بقاش بيقابلنا مشاكل، لان جوجل طول الوقت ايه، في لونج تيرم سبورت. خلاص. فدي حاجة طبعا مهمة جدا. يمكن الرياكت نيتف ما فيهاش الميزة دي. يعني الرياكت نيتف كانت شوية فيها limitations، ولحد اللحظة دي فيها limitations. ليه بقى فيها limitations؟ لأن هي مش مستخدمة بالنطاق واسع زي فلاتر. فده يودينا لحتة ايه؟ السترونج كوميونتي. يعني ايه كوميونتي؟ يعني عدد الناس او عدد الديفلوبرز اللي بيشتغلوا بفلاتر.
طب ده هيفيدني انا في ايه بقى كديفلوبر؟ يعني انا قررت ان انا هشتغل شغلانه معينه او هذاكر تكنولوجي معينه، لازم الاقي ريسورسز اذاكر منها، صح؟ لازم الاقي حاجات، يعني مثلا زي كده مواقع الناس بتتكلم فيها عن مشكله معينه مثلا واجهتهم. طول ما الكلام ده متوفر وكتير، ده بيسهل عليا انا موضوع ايه، ان انا اتعلم اللغه دي او اتعلم التكنولوجي دي. فالكوميونتي ده بيفيدني جدا. يعني انا لو في كوميونتي محدود، لما تقابلني مشكله واجي اسيرش عليها، مش هلاقي اجابات كتير، مش هلاقي سبورت كتير، صح؟ هلاقي عدد الناس اللي قابلتهم المشكله دي قبلي قليل جدا، او يمكن في مشاكل ما قابلتهمش اصلا، يعني ما لاقيش نتيجه وانا بسيرش. فالموضوع ده طبعا بيحجمنا جدا. ورياكت نيتيف لسه عندها نفس المشكله دي يمكن. اعتقد يعني ان احنا ما بنسمعش كتير عن موضوع رياكت نيتيف ده في الموبايل، حتى في الماركت بتاع مصر الكوميونتي بتاعه هنا قليل جدا. تمام. فدي حاجة طول ما احنا بنتعلم بتوقفنا. لا، انا عايز ان انا لو قابلتني مشكلة معينة اروح اسيرش، فلما سيرش الاقي ان في ناس كتير قابلتهم نفس المشكلة وحلوها وحاطين الحل، فاخد انا الحل اعمل له ابلاي في الابليكيشن بتاعي، الاقي الدنيا بقت كويسة وخلاص. تمام، ما دورش كتير، ما تعطلش كتير. ففكرة الكوميونتي دي حاجة مهمة جدا، ان انت تلاقي سبورت، ان انا في ديفلوبرز كتير بيشتغلوا بنفس التكنولوجي، فيعني يقدروا يساعدوني. تمام. يمكن من اهم المواقع اللي احنا بنستخدمها في الموضوع ده هو ستاك اوفر. يمكن ده لما اجي مثلا تقابلني مشكلة واروح اسيرش على جوجل، فده اول موقع بيقابلني. خلاص. ويمكن ستاك اوفر فلو كان يعني قبل مرحلة الاي اي شوية، بس على فكرة ده كله بينعكس على الاي اي. يعني احنا دلوقتي ما بقيناش بنروح لجوجل كتير، بقينا نروح لشات جي بي تي اكتر. بس هو شات جي بي تي بيعمل ايه؟ هو بيروح يسيرش برضه. هو بيسيرش مكانك، بدل ما انت تسيرش في جوجل هو عنده معلومات من الداتابيز بتاعته وكده، اللي هي مبنية اصلا على الداتا اللي موجودة على النت. فلو ما فيش كوميونتي كتير هو برضه مش هيقدر يساعدك بشكل كبير. تمام. فكل دي حاجات طبعا ايه بتخليني برضه اقرر ان انا اروح لفلاتر واسيب اي حاجة تانية. خلاص. طيب، هل بقى فعلا في فلاتر ابس موجودة في الماركت؟ يعني هل في ناس مستخدمة فلوتر وعملت بيها ابلكيشنز، والابلكيشنز دي موجودة؟ ما يعني انا عايز برضو اتاكد من الموضوع ده. انا بشوف ابلكيشنز اوريدي شغاله باستخدام الحاجات النيتف، ودي شغاله وستيبل والناس شغاله بيها وما عندهمش اي مشكله خالص. تمام. لكن فلوتر بقى موجوده فين في الماركت؟ اقدر يعني اعتمد ان هي فعلا شغاله وستيبل وكده، ولا ده كله كلام وخلاص؟ لا، هي موجوده وفي ابلكيشنز كبيره جدا مبنيه على فلوتر. تمام. زي ايه مثلا؟ خلينا ناخد اتنين من الحاجات اللي احنا شايفينهم قدامنا دول. جوجل ادز. جوجل ادز ده ابلكيشن اللي هو لو انت بتستخدم جوجل ادز عندك، فتقدر تمانج بقى الكامبينز اللي انت بتعملها والحاجات دي. فده طبعا جوجل ادز اكيد احنا سمعنا عنه قبل كده وبنشوفه على بلاي ستور واب ستور. يعني هو موجود منه نسخة على بلاي ستور اللي هو بتاع الاندرويد، وعلى اب ستور بتاع الايفون. تمام. هو موجود عادي خالص. بس هما مش عاملين اتنين كود منفصلين، لا، ده هما عاملين نسخة واحدة باستخدام فلاتر. خلاص. فدي طبعا حاجة مشجعة جدا. ده جوجل نفسها بتعتمد على فلاتر في ابلكيشنز هي موجودة عندها. خلاص. واعتقد بالسبورت المستمر من جوجل في ابلكيشنز تانية ممكن تطلع باستخدام برضو فلاتر جوجل تعتمد عليها. خلاص. يعني حتى جوجل قررت ان هي توفر اصلا في الوقت وفي الكوست بتاعتها وتعتمد على ايه؟ على فلاتر. ابلكيشن زي مثلا علي بابا. علي بابا ده اللي هو ايه؟ اللي هو زي امازون، زي جوميا، زي نون، زي الابلكيشنز اللي هي بتاعت الاي كوميرس اللي هي بندخل نعمل شوبينج عليها. خلاص. فالابلكيشن ده ابلكيشن على فكرة مشهور جدا، واعتقد ان هو صيني. هو مشهور جدا ومبني
تمام. او يمكن يعني برضو عشان اكون صريحة شوية، على فكرة احنا ممكن نشتغل بالحاجات النيتف بلس فلاتر، يعني تبقى حاجة هايبريد كده، كوليكشن كده من ده على ده. فهو مبني اجزاء كبيرة منه مستخدمين فيها فلاتر. خلاص. اكيد ليه؟ عشان كل المميزات اللي احنا اتكلمنا عنها ايه من شوية. فدي ابلكيشنز تشجعني انه انا كمان ممكن اعمل ده. وفي ابلكيشنز بقى في الماركت المصري تحديدا كتير بتعتمد على فلاتر دلوقتي. تمام. وهتلاقي طول الوقت في الشركات دلوقتي بقى اساسي انه يبقى فيه زي ما كان فيه آه قبل كده اندرويد ديفلوبرز واي او اس ديفلوبرز، وهم اكيد ما ماتوش، هم موجودين عادي، بس اكيد برضو في ايه، في فلاتر ديفلوبرز، عشان ده المستقبل بقى. اوكي. ده الاتجاه بتاع الناس وده الاتجاه بتاع الماركت، ان انا اروح ايه للكروس بلاتفورم اكتر. خلاص. طيب انا هاخد ايه بقى في الكورس بتاعي؟ يعني انا خلاص احنا اتكلمنا عن كل تفاصيل فلاتر تقريبا، وبقينا فاهمين الفرق بين فلاتر وبين الحاجات التانية وبين التكنولوجيز التانية. فانا لو قررت خلاص بقى ان انا هتجه للفلاتر وهدرسها، فانا ايه الباس بتاعي، ايه الطريق بتاعي اللي هيخليني اقدر ان انا اقدر اكرييت بروجكتس باستخدام فلاتر، وان انا اقدر ابلاي على جوبس بعد كده. تمام. اول حاجه طبعا الفاندمنتالز. يعني ايه فاندمنتالز؟ الاساسيات. تمام. يعني الكورس بتاعنا هنعتبر ان هو مقسم كده على ليفلز. فاول ليفل عندنا هو الاساسيات. خلاص. واول حاجه في الاساسيات هي ان انت تدرس اللغة اللي هتكتب بيها. خلاص. يعني أنا لما أجي أفتح البرنامج بتاعي، هو البرنامج بتاعي اللي احنا هنشوفه كمان شوية إن شاء الله اسمه أندرويد ستوديو. تمام. أنا عشان أكتب كود في أندرويد ستوديو هعمل إيه؟ أنا هكتب كود بدارت. هي فلاتر دي هي التكنولوجي نفسها، مش هي لغة البرمجة. ده الفرق بين دارت وفلاتر، لازم نكون فاهمين الفرق ده. فأنا عشان أكتب كود، عشان اكرييت فلاتر ابلكيشن، بكتب كود بلغة اسمها دارت اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، وقلنا انها لغة قوية جدا بس في نفس الوقت سهلة جدا. فدي اول حاجة لازم افهم الدارت بروجرامينج لانجويج، لازم افهم الاساسيات بتاعتها، من اول بقى السنتكس بتاعها اكتبها ازاي، والكونديشنز واللوبس والاو بي والحاجات بتاعت البرمجة دي، بس اللي هي اساسيات البرمجة يعني، بس باستخدام ايه؟ الدارت. وفي الحتة الفاندمنتالز دي لو حد عنده باك جراوند بتفيده قوي. يعني حد عنده باك جراوند دارس اي لغة تانية مثلا، بتفيده قوي هنا، لان هو هنا بيتعلم بس السنتكس المختلف. ولو حد لسه ما شافش حاجة، لان ده التارجت، يمكن ان احنا بنبدأ من اول بقى ايه الاساسيات خالص، اللي هو الفاريبلز، المتغيرات بقى، من اول ما اللي هي برنت هالو وورد اللي احنا بنشوفها في كل الكورسات دي. ده التارجت بتاعنا، ان احنا بنبدأ من تحت قوي يعني. تمام. ف هتلاقي برضو احنا بنكفر كل حاجة خالص من اول الاساسيات، من اول ما هنطبع كلمة هالو وورد لحد ما ناخد اساسيات الاو او بي، ونقدر ان احنا نبقى متمكنين من لغة دارت. خلاص. فهمت دارت؟ تمام. انت دلوقتي جاهز ان انت تدخل بقى تكتب كود عشان تطلع فلاتر اب. خلاص. ايه اول حاجة هشوفها؟ طبعا لازم افهم الاي دي اي او الاندرويد ستوديو اللي احنا اتفقنا ان احنا ده اللي بنشتغل بيه. وعلى فكرة في اوبشنز تانية في الحتة دي. انا يعني انا بفضل اندرويد ستوديو لان هو اقوى، ولان جوجل هي اللي عاملاه، فاكيد برضو في سبورت. بس في ناس بتستخدم اوبشنز تانية. تمام. مفيش مشكلة خالص يعني. ببدأ بقى أشوف إيه البرنامج اللي أنا هشتغل عليه ده، تقسيمته عاملة إزاي، البروجكت اللي أنا هعمله بتاع فلاتر ده الفايلات بتاعته عاملة إزاي. لازم أكون فاهم كل سطر مكتوب قدامي. تمام. عشان أفهم الاركيتكتشر بتاع فلاتر، يعني تكوينة فلاتر، البروجكت بتاع فلاتر ده متقسم إزاي. تمام. ليه بقى لازم أفهم الاركيتكتشر بتاع فلاتر؟ لأن أنا
البروجكت بتاعي، وده هنبص عليه كمان شوية، بيبقى متقسم لفايلات كده. فايلات هكتب فيها دارت كود اللي هو المشترك بين الاندرويد والاي او اس. بس عايزه اقول لكم ان احنا في حاجات ساعات، بس ده يمكن على نطاق ضيق قوي يعني، بنحتاج نطلع نكتب كود نيتف في بعض الحاجات البسيطه قوي كده. ليه؟ لان كل بلاتفورم بيبقى ليها الشروط بتاعتها كده البسيطه، اللي مختلفه عن البلاتفورم التانية. يعني مثلا اندرويد عنده القواعد بتاعته، والاي او اس عنده القواعد بتاعته. تمام. فانا ممكن اضطر ان انا اكتب كود نيتف هنا وهنا كده، حاجات بسيطه قوي يعني. فلازم اعرف ده انا هكتبه فين وده انا هكتبه فين، والحاجات المشتركة هكتبها فين. طب لو انا عندي صور في الابليكيشن بتاعي هحطها فين؟ الحاجات دي كلها لازم اكون فاهمها. فبعد ما باخد دارت ببدأ اخش على الاركتكتشر بتاع الفلاتر بروجكت بتاعي. وبعدين المرحلة الألذ بقى اللي الناس كلها بتحبها هي اليو اي. تمام. بدخل بقى اشوف ايه الويدجتس دي، ايه نظامها. احنا اتفقنا ان احنا فلاتر اليو اي بتاعها تحفة يعني، فبيديك كوليكشن كبيرة جدا فيها ويدجتس كتير جدا تخليك تعمل اي يو اي في الدنيا. فانا لازم بقى ادخل اشوف الدنيا دي فيها ايه، كل ويدجت بيعمل ايه. انا مثلا عايز احط بutton زرار في الابليكيشن بتاعي، ايه الويدجت اللي بيرسم لي البوتن ده على السكرين. طب انا عايز احط الحاجات جنب بعض، طب انا عايز احط حاجات تحت بعض. فدي بقى المرحلة اللي بعد الفاندمنتالز اللي هي اليو اي، ان انا ببدأ اركز تركيزي المباشر على فكرة ان انا لازم اكون فاهم الويدجتس كلها، وفاهم ازاي ابني يو اي ديزاين، اعمل الديزاين بتاع الابلكيشن بتاعي. وانس ان انت عملت اليو اي، خلاص انت جاهز بقى ان انت تخش المرحلة اللي بعديها. ايه المرحلة اللي بعديها؟ احنا عملنا اليو اي بتاعنا وحطينا شوية الايكونز وشوية الباترنز والحاجات دي، خليها تشتغل بقى. ما اكيد الباترن ده انا حاطه هنا مش عشان منظر وخلاص، انا حاطه ليه؟ انا حاطه عشان لما ادوس عليه يعمل اكشن معين، صح؟ فده بقى يخلينا نروح لفكرة اللوجيك. انا عايزه احط لوجيك مربوط باليو اي بتاعي. اليو اي بتاعي ده ما ينفعش يبقى ثابت، لازم يبقى بيعمل حاجة معينة، بيعمل وظيفة معينة، صح؟ فدي بقى ده اللي بعد كده بقى خلاص. يبقى انا يعني يمكن في المرحلة دي بقى لما احنا بنبقى شاطرين قوي في اليو اي، المرحلة اللي بعديها على طول لما بنيجي ندخل مثلا اي سيشن، انا بديكوا اليو اي بتاع الابليكيشن وبديكوا وقت محدود بقى على حسب شطارتنا يعني، عشان نبني اليو اي ده بسرعة ونبدأ نشتغل عليه. خلاص نبدأ نطبق عليه. فاحنا عايزين نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين ان احنا نخلي الحاجات دي انتراكتيف، او نجيب داتا ونعرضها. يعني ايه نجيب داتا ونعرضها؟ الابليكيشنز اللي احنا طول الوقت بنستخدمهم، اللي هما مثلا فيسبوك، انستجرام، احنا طول الوقت مستخدمين الابليكيشنز دي. هي الابليكيشنز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلا شوية بوستس ظاهرة قدامي كده في النيوز فيد بتاعت الفيسبوك. طب هي البوستس دي جاية منين؟ مصدرها ايه؟ هل مصدرها مثلا داتابيز موجودة على الجهاز بتاعك، على الموبايل بتاعك؟ اكيد لا. ليه؟ لان انا بشوف البوست دي عندي، لو انا مثلا عاملة فولو لبيج معينة، بشوف البوست ده عندي وانت بتشوف البوست ده عندك، واي حد ممكن يشوف البوست ده عنده. فدي حاجة شيرد بينا كلنا، صح؟ الداتا دي جاية منين؟ الداتا دي جاية من سيرفرات الفيسبوك اللي هي موجودة هناك عندهم في بلدهم. هما عندهم داتابيز، والداتابيز دي موجودة على سيرفر، واحنا عشان نجيب الداتا دي ونعرضها عندنا في الابليكيشن بنروح نكونكت مع السيرفر ده وبنقول له هات لي الداتا الفلانية. تمام. ده احنا هنعمله برضو، وده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه اي بي اي. انا عايزه اكونكت مع اي بي اي، يعني اكونكت مع الانترنت يعني لو هنقولها بالبلدي يعني، واجيب داتا واعرضها عندي في الابليكيشن، اعمل حاجه شبه فيسبوك واعمل حاجه شبه انستجرام. تمام بالظبط. خلاص. يمكن ده من اهم البروجكتس اللي احنا بنشتغل عليها، فكره ان انا اكلم سيرفر موجود على النت واجيب داتا منه واعرضها عندي في الابليكيشن بتاعي. دي اهم حاجه، ودي اللي الابليكيشنز كلها بتعتمد عليها. وده هيبقى بروجكت اساسي من البروجكتس اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. ده بيجي امتى؟ ده بيجي طبعا بعد مرحلة ايه؟ ان احنا خلاص بقينا شاطرين في الفاندمنتالز وبقينا شاطرين في اليو اي.
اوكي. في نوع تاني من الابليكيشنز برضو، ده من البروجكتس الكبيرة اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هو ايه، عكس بقى الفيسبوك والحاجات دي. يعني احنا اتفقنا ان الفيسبوك وانستجرام وكده دي داتا شيرد بينا كلنا، كلنا لينا اكسس عليها، صح؟ عادي جدا، يعني حد نزل بوست عنده كلنا ممكن نشوفه. تمام. ده اللي هو الاي بي اي اللي احنا طبعا هنفهمه بالتفصيل الممل يعني. لكن في نوع تاني من الابليكيشنز مش كلنا بنشوفها، الداتا اللي فيها مش شيرد بينا كلنا، الداتا اللي فيها دي بتاعت شخص واحد بس. زي ايه؟ زي النوتس اب اللي عندنا على الموبايل. انا عندي على الموبايل سواء اندرويد او ايفون هتلاقي ابلكيشن كده، حتى بيجي مع السيستم لوحده يعني، اللي هو النوتس اب. انت لو عايز تكتب نوتس لنفسك كده هتلاقي الابلكيشن ده موجود. هتسأل بقى نفسك هل الابلكيشن ده زي الكونسبت بتاع الاي بي اي شيرد بين كل الناس؟ هل صاحبي اللي قاعد جنبي ده هيقدر يشوف النوت اللي انا كاتبها عندي على الموبايل؟ لا، صح. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الداتا دي لوكال خاصة بيك انت بس. فده يخليني هبقى محتاجة اتعلم حاجة اسمها داتابيز، بس لوكال داتابيز. تمام. لوكال داتابيز. يمكن دول من اهم التوبكس اللي احنا بندرسهم في فلاتر، الاي بي ايز واللوكال داتابيز. وبنبني مشروع كبير قوي ريليتد بالاي بي ايز، ومشروع كبير قوي برضو ريليتد ايه باللوكال داتابيز. خلاص. ستيت مانجمنت اللي في النص اللي انا فوتها دي، انا فوتها يمكن عشان هي ممكن ما نستوعبهاش قوي دلوقتي، بس هي حاجة مهمة جدا جدا. وهي انك ببساطة يعني ازاي تحافظ على الداتا عندك في الابليكيشن طول ما انت عمال تتنقل في الصفحات كده. اوكي. ببساطة ده بالبلدي كده لحد ما ان شاء الله يجي وقتها ونفهمها بالتفصيل. فانا طول الوقت وانا عمال اتنقل في الابليكيشن بتاعي انا ببقى محتاج داتا تتنقل معايا، صح؟ وعايزه احافظ عليها. يعني مثلا وانت عامل لوجن في الفيسبوك، دخلت البروفايل بتاعك، طلعت رحت على النيوز فيد، هو لسه عارف ان انت نفس الشخص، ما لحقش ينساك. يعني هو عارف ان انت نفس الشخص اللي عامل لوجن، صح كده؟ فالداتا بتاعتك هو محافظ عليها طول ما انت عمال تسكرول وتطلع وتدخل من هنا لهنا لهنا. هو عارف انت مين وعارف الداتا بتاعتك. الداتا دي احنا بنسميها ستيت، وبنشوف بقى نقدر نمانج الستيت دي ازاي. اوكي. ده باختصار كده الكورس اكسبكتيشنز، اللي هو انا هدرس ايه وانا متوقع ايه اقدر اعمله بعد ما اخلص. خلاص. واديتكم يمكن امثله من البروجكتس اللي احنا بنشتغل عليها عشان نفهم احنا هنبني ايه. احنا هنبني حاجه زي النوتس اب كده، وهنبني حاجه شبه الابلكيشنز اللي احنا بنتعامل معاها بشكل يومي. ويمكن كمان برضو من البروجكتس المهمة اللي احنا هنستخدمها او هنعملها مع بعض ان شاء الله هو الشات اب. احنا بنشوف شات زي الواتساب بتاعنا اللي احنا بنستخدمه طول الوقت ده. الواتساب ده فيه ميزة مهمة قوي، ويمكن ده نوع بقى مختلف شوية عن الاي بي اي وعن اللوكال داتابيز. ان انت لما بتيجي تتشات مع حد مثلا فانت بتبعت له مسج وانت واقف في نفس الصفحة. لو هو رد عليك بيجيلك الرد دلوقتي يعني، مش لازم ترفرش الصفحة، مش لازم تطلع وتدخل. الحتة دي احنا بنسميها ريل تايم. فريل تايم ده كونسبت مختلف شوية بقى عن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وبرضه محتاجين نتعلمه، وبرضه هنطبق عليه. فهنعمل شات اب زي الواتساب بالظبط. خلاص. يمكن دول الثري بروجيكتس الكبار اللي احنا بنشتغل عليهم باختلاف الأفكار. يعني أنا بس بديكوا أمثلة، بس طبعا احنا بنطبق على أفكار مختلفة. مش لازم نعمل حاجة زي الواتساب بالظبط، هنكستمايز الموضوع وهنعمل ابلكيشن خاص بينا. نفس الكلام في النوتس اب، مش لازم يكون نوتس اب، ممكن يكون فكرة مشابهة، بس ان احنا نتعلم نعمل حاجة زي كده. خلاص. المفروض ان احنا الكورس بتاعنا كام سيشن؟ المفروض ان احنا الكورس بتاعنا 27 سيشن، والسيشن الواحدة 3 ساعات. خلاص. آه من اهم الحاجات برضو اللي هتكون موجودة هي الكوميونتي بتاعنا بقى، الكوميونتي الصغير بتاعنا بتاع الجروب مثلا اللي احنا هنشتغل فيه. اللي هو انا اديتكم مثلا assignment او تاسك معينة، فلازم يكون في support طول الوقت، ان احنا حد يتابع معاك لو وقف معاك مثلا مشكلة او في error او ايا كان، لازم يكون في support.
تمام. فده اللي احنا بنحاول نعمله طول ما احنا ماشيين في الكورس بتاعنا. يعني احنا اولا هناخد assignments بشكل مستمر، لان احنا مش بندرس حاجة نظري، احنا بندرس حاجة عملي. احنا عايزين نطبق وعايزين نطلع projects وعايزين نعمل افكار. فاحنا طول الوقت محتاجين ان احنا نطبق على الحاجات اللي احنا بناخدها دي. فبيبقى فيه assignments بشكل مستمر من اول ما بندرس دارت، بناخد امثلة صغيرة كده او اسئلة صغيرة. وبعدين الموضوع بيكبر بقى لدرجة ان احنا البروجكتس اللي احنا هنطبق عليها في السيشنز مع بعض انتوا بتعملوا زيها ك assignment او ك homework. فالحصيلة في الآخر بتبقى مش بس 6 projects، لا بتبقى أكتر من كده بكتير. أوكي. ده طبعا إيه بمساعدة الكوميونتي اللي احنا هنعمله، إن احنا بنعمل مثلا جروب على تيمز أو أيا كان. وطول الوقت بنتبادل الأسئلة أو المشاكل اللي بتواجهنا. أو حد مثلا عايز الفيدباك عن assignment معين هو عمله، أو عن project معين أعمل ده إزاي بأحسن طريقة، وهكذا. أوكي. فده باختصار كده فلاتر. خلاص. في حد عنده أي سؤال؟ خلينا نبص بصة سريعة خالص عن البروجكت أو الفلاتر بروجكت. كيس تعمل كود واحد بس يشتغل على كل دول، فمفيش أي مشكلة. هو كلهم أصلا selected، وكلهم once إن أنت اخترتهم، فأنت كده الكود اللي هتعمله هيشتغل على كله. تمام. فأنا لو قلت له create، هيبدأ يكريت الفلاتر بروجكت بتاعي. وعلى فكرة البروجكت بيفتح فيه كود جاهز، يعني هو بيحط لك زي ايه ديمو كده، كود ويو اي بسيط قوي وشغال. تمام. يعني بيطلع المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا في الجنب ده. تمام. بس هو بيران يعني. الموبايل اللي هو في الجنب ده، خليني احط ده كده تحت شوية، ونجيب ده كده ايه اهو. انا كده عامله رن للكود بتاعي على الموبايل عشان اتست ده اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول، الهوت ريلود لو انتوا فاكرين. فهو وانس ان انت عملت البروجكت، لسه ما قلتش اي حاجه خالص، لسه ما كتبتش اي حاجه خالص. هو بيديك مثال للكود عشان تمشي زيه. خلاص. بيديك مثال للكود عشان تمشي زيه، وهتلاقيه في الفايل ده. خلاص. طبعا هو مش كود كتير ولا حاجة، هو كاتب كومنتس كتير، يعني بيشرح كل حاجة بتعمل ايه عشان يبقى ده جايد ليك. يعني لو احنا لسه بنقول يا هادي يعني في فلاتر، فهو بيشرح لك الدنيا ببساطة. خلاص. فماشي بغض النظر طبعا عن التفاصيل اللي جوه، لان احنا لسه مش فاهمين دارت، ولسه ما نعرفش دارت دي بتقول ايه. بس من الاخر يعني هو مديني مثال كده، الابليكيشن بسيط خالص. ولو انا جيت عملت رن للابليكيشن ده، هيطلع لي المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. مكتوب فوق التايتل بتاعي فلاتر ديمو هوم بيج. ديمو يعني مثال. تمام. وفي تكست، وفي رقم اللي هو زيرو، وفي بutton تحت خالص. عارفين انا لو دوست على البutton اللي تحت ده ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان هو بينكريمنت، بس هو الموبايل فيه لاج. ثانية. المفروض ان انا لو دوست على الاد بutton اللي تحت ده، فايه اللي بيحصل؟ الرقم عمال يزيد. اوكي بصوا بالطريقة دي. خلاص. هل الكود ده انا عملته خالص؟ امال الكود ده كان موجود فين؟ الكود ده كان موجود وانس ان انت عملت بروجكت، فهو بيديك زي ما اتفقنا ديمو اب عشان تعمل زيه. في ديزاين بسيط قوي عبيط قوي، بس يمكن ده يعني الطريق بقى اللي هو ايه. بداية كده لو انت عايز تاخد فكرة، بتبص على الكود ده وبتشوف هو معمول ازاي، وبنبدأ نتعلم ان احنا نعمل ايه، حاجات زيه وحاجات طبعا اصعب منه. خلاص. ده البروجكت بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه حالا، وفي نفس الكلام بالظبط. اوكي. او نفس الكود بالظبط فلاتر ديمو. ولو عملنا له رن هتلاقيه نفس المنظر بالظبط، اللي هو الكاونتر اب. يعني اب كده بيشتغل زي كاونتر. خلاص. كل ما تدوس عليه كل ما ينكريمنت الرقم، يزود واحد على الرقم. خلاص. 14 15 وهكذا. طبعا في الجنب ده بقى الاركتكتشر بتاع البروجكت بتاعي، تقسيمة البروجكت بتاعي. خلاص. اللي انا لازم اكون فاهمها كويس قوي.
هتلاقي بس في 3 حاجات هم دول اللي يمكن احنا كموبايل ديفلوبرز، يعني احنا بنتارجت الموبايل بشكل اكبر، هم دول المهمين بالنسبة لنا. هتلاقي فولدر اسمه اندرويد، وفولدر اسمه اي او اس، وفولدر اسمه لب اللي هي الاختصار للايبراري يعني. التلاتة دول بيعملوا ايه؟ احنا اتفقنا ان في كود مشترك هيرن على اندرويد واي او اس في نفس الوقت. الكود المشترك اللي هيرن هنا وهنا بنحطه في الليب فولدر ده بتاع الكود المشترك، اللي بالمناسبة هتلاقي فيه فايل اسمه main دوت دارت اللي مفتوح قدامنا ده، اللي فيه الديزاين اللي ظاهر في الجنب ده. ماشي. طب مين بقى الفولدر بتاع الاندرويد ومين الفولدر بتاع الاي او اس؟ دول اللي هما لو احنا مضطرين ان احنا نكتب كود بلاتفورم سبيسيفيك، يعني خاص بالاندرويد بس او الاي او اس بس، وده بيحصل في حالات قليلة جدا، فبنكتب الكود بتاع الاندرويد هنا وبنكتب الكود بتاع الاي او اس هنا. خلاص، ده لو احنا مضطرين يعني، بس ده زي ما قلت لكم بيبقى في اضيق نطاق يعني، قليل قوي. وهتلاقي برضو الحاجات التانية يعني مثلا اللي هي ويندوز، ويب، ماك، لينكس، هتلاقي كل الاختيارات اللي احنا اخترناها واحنا بنكرييت البروجكت بتاعنا موجودة هنا. احنا بقى نشتغل هنا في الحتة دي بالظبط، في اللي هي الليب فولدر. بنقعد بقى نبني البروجكت بتاعنا، وطبعا بيبقى فيه فايلات كتير بقى وفيه كلاسز كتير وفيه كود كتير وكده. كل ما البروجكت بيكبر معانا اكيد الفايلات بتزيد يعني. خلاص، ده باختصار كده introduction عن فلاتر وعن اللي احنا هندرسه ان شاء الله في كورس الفلاتر. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا يعني وخدتوا فكرة لطيفة عن فلاتر، ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسألني.